ولدينا الآن ضربة ركنية ملعوبة للأمام، محاولة خطيرة. الله يا سلام! منذ البداية الجزيرة يطلع العين الحمراء، لابس اليوم اللون الأحمر ويطلع العين الحمراء، وعبد الله موسى من لمسة رأسية محكمة في الدقيقة الخامسة من عمر شوط المباراة الأول يعطي التقدم للجزيرة، وانطلاقة سريعة لفورميلا العاصمة. شوف الكرة الماضية أتت من ركنية من توني أولا ورأسية عبد الله موسى ثانيا، والنهاية السعيدة. لدينا مارسيلينهو الآن في الطريق، ولدينا علي خصيف. من يتفوق على من؟ علي خصيف في مرماه ومارسيلينهو على الكرة وضربة جزاء، لكن لعل الآن ما يتبادر بأذهان مارسيلينهو أن كل ضربات الجزاء التي نفذت في دورينا ضائعة. الآن مارسيلينهو هل يكون أول من يسجل ضربة جزاء يرسلها؟ الله! عاد الملك للمباراة عن طريق هدافه الكبير مارسيلينهو. فرقة النحل بعد عمل جماعي كبير، بعد بداية مثيرة في الشوط الثاني ترجم وضعية المدافع اللي عرقل مهاجم الجزيرة وهو عبد الله قاسم، وحكم المباراة لا يتردد في إعطاء ضربة جزاء للجزيرة. يا لها من كرة، ويا لها من محاولة، ويا لها من الثواني الأخيرة من عمر المباراة للجزراوية تتاح الآن ضربة جزاء. بنياس الآن يسجل الثاني، والجزراوية ينتظرون انهم يسجلون الثاني. محاولة ضربة جزاء الآن للشارجة أو للجزيرة. ضربة الجزاء اللي أتت للشارجة سجلها اللاعب مارسيلينهو. الآن ضربة جزاء للجزيرة وبأقدام دياكيه، بأقدام اللاعب رقم 10. اللاعب رقم 10 ماذا عسى أن يفعل اليوم؟ ماذا عسى أن يلعب أو أن يفعل اليوم؟ لدينا حكم المباراة يكلم دياكيه، وحكم المباراة الآن في وضعية الحكم اللي راح يعطي إشارة تنفيذ ضربة الجزاء. عند الجزراوية يقولون إذا اشتدت الأمور ما لها إلا دياكي، وضربة جزاء. فرصة سانحة الآن للجزيرة، إذا اشتدت الأمور في الجزيرة ما لها إلا دياكي. الإمارة المبتسمة تعطي الجزيرة الابتسامة، والجزيرة هو اللي يضحك بالهدف الثاني، هو السعيد، هو المسرور، ويتقدم بهدفين من ضربة جزاء لدياكيه. أفضل من يسجل آخر 5 سنوات في مرمى الشارجة، ها هو الآن يواصل ويسجل هدف آخر ويعطي الجزيرة الآن التفوق بهدفين.